أهلا وسهلا بكم في حب الذات الأصلي. برنامج جميل جدا. أتمنى من حضراتكم تحجزوا هذا البرنامج وتعرف إن أنت عندك ذات أصلية كانت عبارة عن فراغ. كان لا أعرف، كان جاي الدنيا مش عارف حاجة. فلما جه الدنيا مش عارف حاجة، أول ما جه الدنيا حصلت له دهشة. الدهشة دي عملت له صدمة، لأنه شاف أشكال غريبة وناس غريبة وحياة غريبة. هو كان قاعد كامن في بطن ماما، فجأة طلع لقى بابا ولقى خاله ولقى عمه ولقى أصوات ولقى حياة غريبة. فبقى هنا المجتمع ده أقنعه إن الحياة اللي بره دي بتدار بالمنطق والنضج والعقل، بدل ما كانت بتدار بالدهشة. اللي هو كان مندهش لأن أنا كنت فراغ، فضاء، فاضي، لا أملك شيء. فكنت جاي ما عنديش أي طبع، كان طبع الفراغ. فجأة بقى طبعي تطبعت بقى بالمنطقية والمادية والجسدية، وإن أنا لازم عشان أقتنع بالشيء يكون حاجة مادية ملموسة. ولو ما كانتش حاجة مادية ملموسة، العقل يتقبلها والمنطق يتقبلها، تبقى غلط. في كورس حب الذات الأصلية هتتعلم وهتفهم حاجات عن نفسك لم تكن تعرفها من قبل، وهتفهم يعني إيه ذات أصلية، وهتعرف سبب وجودك في الحياة، وهتعرف كل حدث مؤلم كان بيحصل لك كان بيحصل لك ليه، وهتعرف كل شخص كان بيألمك ويستفزك أو بيوجعك أو بيجرحك هو كان جاي يقول لك إيه. هتتعلم كتير جدا في الكورس ده. أهم حاجة عندي، كل كلمة في الكورس اكتبها وطبقها في حياتك عشان ترجع لذاتك الأصلية وتعرف تحب نفسك، لأنها تستحق إنك تحبها. اتعلمنا وفهمنا وتربينا على إن حب الذات أنانية، ولكن ده كان وهم اتزرع في دماغنا. حب الذات ليس أنانية. حب الذات هو معرفة أنت الحقيقي. في هذا الكورس هتصل لمن أنت الحقيقي. احجز معانا في حب الذات الأصلية. تحياتي نعم عبد الله، مستشار الصحة النفسية والتنمية الذاتية.